السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد حيث نستعد لمشاهدة مباراة مثيرة تجمع بين منتخب تونس ومنتخب جزر القمر في إطار تصفية كأس إفريقيا 2025 بالمغرب. اليوم سنستعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه المباراة الهامة التي تعد بمثابة رد اعتبار للنسور. لعل الجميع يذكر المباراة الأخيرة التي جمعت منتخب تونس بجزر القمر، حيث فاجأ الضيوف نسور قرطاج بفوزهم بهدف نظيف في ملعب حمادي العقربي. هزيمة مؤلمة كانت بمثابة جرس إنذار للمنتخب التونسي الذي يهدف إلى استعادة هيبته في هذه التصفيات. المدرب واللاعبون جميعهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فرغم الهزيمة يبقى منتخب تونس في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تحتل جزر القمر المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وبينما يظل منتخب غامبيا في المركز الثالث بنقطتين. علينا أن نستعد لمواجهة مثيرة. موعد مباراة رد الاعتبار هو يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024 على ملعب فيليكس هوفيت بواني. صافرة البداية ستطلق في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس، بينما ستكون في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية. لكل جميع محبي كرة القدم يمكنكم متابعة المباراة عبر شبكات قنوات بي إن سبورت التي تمتلك حقوق البث المباشر. سيتم عرض المباراة على قناة بي إن سبورت HD3. وإذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب بالاستمتاع بالمباريات، يمكنك الاعتماد على خدمة نورث في بي إن أو تطبيق نورث في بي إن. وعن التعليق سيتولى مهمة المعلق المتميز محمد مبروكي، الذي سيكون مرفوقا بتحليلات فنية دقيقة ليضيف نكهة خاصة لهذه المواجهة. دعونا الآن نستعرض التشكيل المتوقع لمنتخب تونس، الذي من المتوقع أن يكون كالتالي: في حراسة المرمى أمان الله ماميش. خط الدفاع رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، منتصر الطلبي، ومحمد أمين بن حميدة. في وسط الميدان عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، وحمزة رفيعة. وفي الهجوم يوسف المساكني، محمد علي بن رمضان، وسيف الدين الجزائري. إلى كل جماهير تونس، أنتم الدعامة الحقيقية للمنتخب، روحكم وتفانيكم تجعل من كل مباراة حدثا استثنائيا. اليوم نحتاج دعمكم أكثر من أي وقت مضى، فنحن نؤمن بقدرتكم على تغيير مجرى المباراة. لذلك لا تفوتوا هذه المباراة الهامة. كونوا معنا يوم الثلاثاء في هذه المواجهة المثيرة. اطروا لنا تعليقاتكم حول توقعاتكم للنتيجة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.